سعد، يعني أخدت السلم أنت واحدة واحدة، ما عملتش أغنية وضربت وبقيت سعد صغير، ولا إيه؟ ولا أنا فاهمة لا، غلط؟ تعبت في حياتي. مم. هو بيني وبينك اللي بياخد سلم واحده واحده ده هو اللي بيستمر. مم. اللي ما بياخد، اللي بيطلع على طول ده بيقع على طول، ما بي لانه ما بيتعبش في حياته. فدي بتبقى يعني زي اللي بقول لك بيتعب، ربنا بيديله، فاللي بيطلع مره واحده ده زي البالونه بتفرقع. قولي لي، كنت متخيلة إن آية دنيا هتعمل كده؟ والله بصي، هي جت بالصدفة البحتة أصلا. مم. يعني كنت أنا أصلا بجهز في أغاني تانية. فأنا طبعا محمد عبد المنعم حبيبي وأخويا، وطبعا وأخو سعد. هو ف فنان جميل طبعا الحقيقة. جميل. قاعدين طبعا سمعني يا دنيا، ومفروض كنا نخش نسجلها، بس هي جت من نصيب الألماني. مم. والحمد لله نجحت مع الناس. كنت متخيلة إنها تنجح النجاح ده؟ والله أنا ما كنتش مصدقة. مم. يعني أنا بغني الحاجة اللي أنا بحبها. انت عارفة انها طلعت اشاعات كتير قوي انها اساسا مش اغنيتك، كانت اغنية امينة وانت خدتيها لا من خالص. امينة. لا اغنيتك من خالص، لا الاول والله. خالص. أمينة حبيبتي وأختي، بس لا. مم. هي كانت اصلا ليا، وكنا المفروض يعني حتى لو مش الالماني كنا كده كده هنسجلها. وكانت هتنزل، بس مم. كنت هسجلها بقى فيديو كليب. بس مم. هي نزلت في الفيلم. انت في اغاني كتير قوي عندك برضو بيتقال انها مش اغانيك، زي العنب، زي اركب الحنطور، زي الحاجات دي كلها. يعني اركب الحنطور اصلا بتاعت امينة، وانت لا لا دخلت في لا, لا الاغنية. انا صريح. اه. الحنطور دي مش بتاعتي، بتاعت امينه. مم. اه ف يا دنيا، في الاصل اصلا، لو عايز تعرفي الموضوع كله اصلا ما كانتش البوسي، كانت دي بتاعت امينه. ما سألتها قالت لي لا. ما انا بقول لك بقى، انت بتتكلمي بصراحه، هي مم. تقول لحضرتك انا بكلمك بصراحه. اه. دي اللي انت ما تعرفيش بوسي، اللي معرفها على محمد عبد المنعم سعد الصغير. مم. يعني بوسي كان اللي ما كانش حد يعرفها. مم. فهي كانت شغاله في مكان عند منتج والمنتج ده جابني انا، اسمه اشرف كرم، وجابني قال لي بوسي دي، قلت له والله دي صوتها جميل كده وبتاع كده. انا اللي جبت محمد عبد المنعم ليها، يعني هي كانت مم. تعرف محمد عبد المنعم من زمان، اما ما كنا شغالين مع بعض في افراح في الشوارع هناك، نظام زفف يعني، وافراح في الشوارع. فانا انا موضوع، فكل الموضوع ان هي زفف. الاغنيه دي كانت معموله لبوسي، مش معموله لبوسي، كانت انا معموله مش لامينه. فاهمة يعني ايه زفاف، انا كنت هسألها زفف. دلوقتي. ايه؟ انا ما بشتغلش في افراح في زفف. شعبيه طبعا يعني. افراح. افراح ما فيش حد فينا ما اشتغلش افراح. احنا تعبنا ولو الزفف وطلع عيب عين يعني؟ ابونا في الزفف الشغلانه. عيب يعني انا يعني؟ طب ما انتي. انا كنت شغال زفف، عيب يعني تشتغل لا تشتغل؟ مش عيب طبعا، ده بس انت شرف. حاسس ان انت مم. لما قلت زفف لا قلت لا مش شرف، بس زفف. انا ما بشتغلش فعلا زفف. لا اشتغلت انا زفف. بس مش عارفة انا. يعني ايه اه زفاف. اشتغلت ده مين اللي زفف. قال لك كده؟ محمد عبد المنعم قال لي شغاله زفف، محمد. اه. اذا كان محمد اصلا انا ما شفتهوش في الزقازيق. ومحمد ما اشتغلش محمد زفف. بلدياتي. بلدياتي عيب ان واخويا البني وبموت ادم، فيه. عيب ان البني ادم يشتغل زفف. لا مش عيب. انت خلاص. اشتغلت زفاف، انا ما اشتغلتش زفاف. لا اشتغلت لا زفف. مش هتعمل زي هدى وتقول لها اشتغلتي زفاف. هدى ايه الزفاف دي عشان يا جماعة؟ الزفاف دي ايه عشان العريس الناس والعروسه تفهم بيبقوا بس؟ واقفين حضرتك. زف. انا يعني وانا حضرتك لو اشتغل زفاف هستعار انا بشتغل زفاف. انا حاسس ان هي كده استعاره، ان انت استعاره لا عيب ما ما. يعني. استعار، ده شرف طبعا، ده شرف ليك ان انت اشتغلت زفاف. مم. وشرف ليك انت كمان. لو انا اشتغلت زفاف. لا اشتغلت زفف. لا لا. مم. هو انت من الزقازيق ولا يعني انت انا؟ مش اشتغلتي زفف. لا ما اشتغلتش من يعني الزفاف. هي في فرق بين زفة وفرح؟ اه طبعا. هي حضرتك العريس والعروسه بيبقوا واقفين، واحنا بنبقى واقفين كده فرقه زفه. انت عارف حضرتك بتبقى في فنادق، هي دي مم. فرقه زفه عشان الناس تبقى عارفه. العريس فرقه والعروسه واقفين الزفه كده، اللي هي شموع وفرقه 2000 زفه كده، وفرقه زفه كده، والمطرب بيقف يغني ولا في النص. بسم الله الرحمن الرحمن. دي عيب حضرتك. لا مش الفنانه عيب، بس بوسي هي في بتقول انا ساعه ما ما بوسي. اشتغلتهاش. هي مش بتقول عيب، انا هي ما بتقول انا ما اشتغلتهاش. اشتغلتهاش. لو بتقول وانا انا لو ليا اشتغلها شرف بس كذب. انا ما اشتغلتهاش. لا سادة يمكن. عارف اكتر واحد عارف ان يمكن. انا صريحة لا اصلا. اصلا هتكذبي ليه في حاجة كده؟ وبدبها ما بيهمنيش على مم. فكرة. يمكن. لا لا بتدبقاش ولا حاجه. مم. لو بتدبيها كنت احترمت المواعيد وجيتي مواعيدك معايا. مم. يا سلام. فانت الاغاني بتاعتك دي بتاعتك، ما دي حدش بتاع واخدها. والحنطور مش بتاعتي، مم. دي بتاعت امينه. مم. وانا جيت قلت لامينه على فكره الاغنيه دي. والعنب بتاعت عماد بعرور. لا مش بتاعت مبارتي، بتاعت مطربه اسمها شفيقه. مم. جاب لي العنب يما، دي بتاعت استاذه شفيقه. وهي دنيا بتاعت ورحت امينة. اشتغلنا. كنت لسه هسأله، دنيا بتاعت امينة. في الاصل هي ما تعرفش بتاعت امينه. ازاي هي ما يعني؟ تعرفش اصلا. هي ما تعرفش. اصلا هي اذا ما كان تعرفش. محمد واخد اصلا الفكرة مني من موال انا بقوله. محمد اه محمد. واخد موال منك. موال انا بقوله خد الفكرة مني. يعني انت قابلت محمد وقلت له الفكره حملك يا دنيا. فكرة مين؟ انت مش فاهم هي بتقول الكلام. انا بتغني بقول في موال. موال بقوله في خدت الشغل يا تيمة سعد. منه يعني. خدت تيمه اذا كان خد يعرفها. تيمة، اه طبعا يعرفني. انا ماليش دعوه، انا بتكلم على اللي انا شفته. يعني انت يا انت دنيا شفته حاجة ديت. اللي ما بيني وما بينه حاجة يعني تانية، هو يا مش دنيا معاك ديت 24 فكرتك انت، ساعة يا يا سعد. دنيا دي فكرتك انت. خلاص. انت بتتكلمي بصراحه كده. ايوه خلاص، بتكلم يعني بصراحة. هي وجهة نظرها ان هي يا دنيا دي حضرتك، مش اغنيتها. الموضوع كله فيه اختلاف عشان تبقى فاهم الموضوع، عشان تفهم حضرتك. خلاص، ده سؤال، لأن مش براحتك الحلقة براحتك. كلها هتبقى على كده. بيقولوا انك عملتي عمليات تجميل كتير، فعلا؟ انا خالص. ده انا ضدها خالص. اصلا.
ناس كتير قوي بتقول ان شكلك اتغير جدا من زمان انا لدلوقتي. ضدها، وكمان انا من النوع اللي بآمن بنعمة ربنا. مم. يعني انا ربنا مديني نعمة، اغيرها ليه؟ هي ماشية معايا. بس بتحلوي كده لوحدك. والله العظيم ده بصي بتبقى راحة نفسية، بيبقى الشغل، بتبقي مبسوطة للي انت ربنا وصلهولك. مم. فالواحد بيحلو شوية شوية مع الراحة، بتحلوي وبتتخاني وكده. نروح لفاصل ونرجع ومزيد من الصراحة. سعد هقول له سعد، الموضوع احنا مش جايين نتخانق، مفيش مشكله يعني. لان كل ده هيتمنتج يعني. ما كل بحبش كده، بس لا مش حضرتك. قصدي يعني، انت كل الكلام اللي انت بتزعق فيه وبتقولها مش كل ده هيتقص. ماشي بس فاحنا أنا كل بحب. ده بنعطل نفسنا ان احنا بنزود الديوريشن بتاعت بص الحلقه. حضرتك، قصي اللي انت عايزاه حضرتك. لا مش هقص اللي انا عايزاه، هقص اللي يضركم. ما ينفعش اطلع على نجمين وضيفين قاعدين بيتخانقوا مع بعض، ده مش برنامج خناق. والله العظيم والله العظيم انا جاي عشان خاطر حضرتك، عشان اجي مرتين هنا وامشي. والله العظيم يا موضوع سيدي مش دي فلوس. حاجه تحلوها مع بعض انا جاي عشان بره خاطر حضرتك، ومحمد النهارده البرنامج. صمم ان على فكره راحوا جابوني من البيت، والله العظيم ما كنت جاي. انا جاي بس عشان خاطر حضرتك. ايوه بس. احنا كنا حريصين ان بوسي تطلع مع سعد عشان مش انتوا مشكلة اتنين حضرتك. نجمين، الناس بتحبوكوا. على فكره انا اللي قلت لها حضرتك في التصوير، وقلت لها يا بوسي هتطلعي معايا كذا 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 من الحلقه. قالت لي خلاص حبيبي مفيش مشكله، ورحت. طب ما هي جت الست جت اهي فين حضرتك؟ مشكوره يومين حضرتك؟ ومتاخره على طب وليه وانت شغل مش وسايبه عارف ان شغل. انا يومين كان حضرتك؟ عندي شغل بعديها بالليل وما وهي تعرفش. عندها شغل وحمدي ما دلوقتي قالكش ان انا كمان. اغمى عليا ودوني انت الوحيده اللي مستشفى. بتشتغلي حضرتك واحنا ما ثواني يا بنشتغلش. عم، مش بس هي بشتغل بتشتغل الواحدة اكتر الوحيدة منكم. اللي الحمد لله بتشتغل. ربنا لا بس يرزق هي بتشتغل الجميع. اكتر منكم بصراحه دلوقتي. هو يعني هو تشتغل. حمدي يعني يا ما رب قالكش تفضل ان بس انا كده اغمى حضرتك. عليا يا رب ونقلوني تفضل كده بس المستشفى. حضرتك. ما يا الكلام رب. مش ليك لوحدك يا يا رب سعد. تفضلي كده تشتغلي على طول بس. بس يا رب. شكلك يا عم بس الحمد لله ربنا شكلك يرزق متضايق الجميع. منها عشان خدت منك 50 60 فرح في الاسبوع. لا يا حضرتك لا والله لا، بيشتغلوا زي حضرتك لا، الفل، الله حضرتك مفيش اكبر. مشكلة. لا ربنا وعمل يزيده يا رب. وبعدين بوسي اصلا نزلت برضو اعلان ورا اعلان ورا فيلم. تاني إعلان حضرتك. عامله اعلان. المشروب ما بيتشربش خالص. يا عم ما بيتشربش. بيتشربش هو والله. اصلا لولا بوسي يا ما عم كانش بيتشرب المنتج ولا ده ما بيشربش، هيتعرف انا عملته خالص. عشان خاطر الحاج احمد السرساوي بصراحه الراجل والله. يعني. لا بس انا اصلا مش عارف اسم المشروب اصلا يعني.